هذه الصورة، هذه الصورة في الجيش العراقي. يعني في الجيش العراقي كنا 62 64. هذا الرجل الوحيد اللي ما حلق لحيته، اسمه سليمان بن حمدان بن محمد العامري، ورفض يحلق هذه اللحية. وكل الأخوة العمانيين حلقوا بسرعة لما قيل لهم حلاقة. وكنا وياه رايحين البصرة، ولما رجعنا من البصرة لقينا الأخوة العمانيين لحاهم ما شاء الله طوال، ولقيناهم حالقين لحاهم، وحتى قمنا نضحك أنا وياه. قال توبة يجيكم ما شاء الله المسؤولين. وفعلا جاي المسؤولين ولقوا سليمان ما يعني في لحية، وقالوا لازم تحلق لحيتك. قال أبدا ما أحلقها. وبقوا يرفعوه من طالب من ضابط إلى ضابط، من ضابط إلى ضابط، يحققوا عنده، وأخيرا وصل إلى قائد لواء البصرة. فقال له، يقول له كيف ما تحلق الجيش؟ يقول له قانونه. قال له قانونه هذا في معصية الله سبحانه وتعالى، فأنا يقول ما أحلق لحيتي. قال لو أنت عاد إيش حضرتك لو احنا مسكناك وكلبشناك وحلقنا لك لحيتك؟ قال إذا كلبشتوني وريد رتب تحلق لحيتي وحلقت لحيتي أقتل عن كل لحية شعرة. قال له مستواك أنت إيش عاد هذه اللحية؟ يقول له، قال له هذه اللحية أنا يقول له آمرني أبوي ما تحلق لحيتك وما أعصيه. قال له إذا أنت نعتبرك ما شاء الله الملة المطوع، يعني ولقبوه لقب الملة يعني المطوع. وقال يقدم في كل شيء. شوف كرامة اللحية، كرامة الله تعالى سبحانه وتعالى، ثم اللحية يعني، فقدم في كل شيء ما شاء الله، في الأكل، في الطابور، في استلام الراتب، في كل شيء هو في المقدمة. فهذا في الجيش العراقي. أما الجيش السعودي ما عندي صورة.